بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا البث المباشر للتعليق على هذا الخبر. رويترز: سوق السيارات الفرنسي يتجه للانخفاض إلى أدنى مستوى منذ عام 1975. ومعنا للتعليق على هذا الموضوع الأخ الحبيب رضوان الجزائري. أهلا وسهلا أخي رضوان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا، وجزاك الله خيرا على تلبية الدعوة والحضور معنا. مبدئيا كده، هذا الخبر منشور على وكالة رويترز للأنباء، وكذلك هذا الموقع المهتم بالاقتصاد والبورصة، لأنه في طبعا أرقام غير مذكورة في موقع رويترز. الخبر في شبكة رويترز أو وكالة رويترز يقول: فرنسا من المقرر أن يتراجع سوق السيارات إلى مستواه عام 1975. يعني طبعا هذه ترجمة تلقائية، معناه أنه هذا يعني لم يحدث منذ عام 1975 في تاريخ فرنسا. لو أطلعتنا أخي الكريم رضوان على أسباب هذا التراجع، أو ماذا يقول هذا الخبر باختصار شديد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الصلاة رسول والسلام. الله. الخبر هذا نقلته وكالة رويترز، والإخوة الكرام الآن في الشاشة لازم يدقوا في الموضوع أن الخبر منقول على لسان الفيدرالية الفرنسية للسيارات. يعني رويترز مش نقل خبر تعالج فيه إشاعات أو شيء من هذا، بل تتكلم على لسان ذوي الاختصاص. الفيدرالية الفرنسية للسيارات تصرح وتقول أن السوق الفرنسي للسيارات يتعرض إلى أزمة لم يشهد مثلها منذ 1975. هذا باختصار عنوان الموضوع. طيب الأسباب، ما هي الأسباب التي ذكرت في هذا الخبر؟ تمام، هو الخبر هذا تناقلته عديد الصحف ليكون المشاهد الكريم على علم. احنا فقط جبنا مقالين، لكن كل الصحف الفرنسية والأجنبية نقلت هذا الموضوع لأنه شأن اقتصادي وأزمة كبيرة. وبعد ما خرج هذا البيان من الفيدرالية الفرنسية اضطرت كل الصحف أنها تناقش الموضوع. هم يقولون حسب تصريح الفيدرالية الفرنسية أن السوق الفرنسي الآن للسيارات يتعرض لأزمة ويعاني من انخفاض كبير في المستوى المبيعات لم يشهده منذ 1975. وتقول أنهم تم تخفيض الإنتاج بالأرقام، يقولون من 25% إلى 30%، وهذا راجع للكساد لعدم البيع. اضطرت المصانع الفرنسية للسيارات أنها تخفض من إنتاجها بالأرقام من 25 إلى 30%. هذا شيء، هذا مذكور في هذه الفقرة، يقولون هكذا هنا. تمام. تمام. ويقولون أيضا أن المواطن الفرنسي اللي يشري من الماركات الفرنسية حسبهم وبالأعداد المئوية يقولوا 27% انخفاض اقتناء الفرنسيين والعالم للماركات الفرنسية. المشتري في العالم، مش الفرنسي فقط، المشتري في العالم لم يشتري من سيارة تقريبا ناقص 27% هذه الأشهر الفائتة. طيب يعني لو تحدثنا هنا، أنت قبل البث كنت قد يعني تحدثت معي عن أنه يوجد ارتباط، ولو طبعا عشان نكون منصفين هناك أزمة في فرنسا بسبب كورونا منذ بداية هذا العام، وبالتالي لا نستطيع أن ننسب هذا الانخفاض الكبير للمقاطعة. ولكن أنت قلت أنه موجود في الخبر بعض التفاصيل التي تقول أنه هذا الموضوع زاد بشكل كبير في شهر نوفمبر 2020 الحالي، اللي هو طبعا نوفمبر اللي هو كان أمس. صحيح هذا الكلام؟ وهذا ما دفعنا لنخصص حلقة لهذا صحيح. المقال، لأن الإخوة الكرام من حقهم أن يعلموا أننا لا نبالغ
وراح نحط الأرقام بين أيديهم وعليهم بالمقارنة وبالأدلة ومن مصادر رسمية. الفيدرالية الفرنسية للسيارات هي من تقول هذا، ليس نحن. الموقع الثاني الأخ مصطفى لو تكرمت تفتحها للجمهور وتحطهم في الصورة في الفقرة الأخيرة من المقال تاع البورصة. الفقرة الأخيرة هذه راح يشاهد فيها المشاهد الكريم، هم يقولون بصريح العبارة أن مجموع ماركات الفرنسية، المشاهد العربي يعرف أن الماركات الفرنسية هي شركة رونو وبيجو، عندهم فروع أخرى مثل سيتروان وما شابه ذلك، لكنهم كلهم تابعين لهذه الماركتين. الماركتين هذه يقولون بالأرقام انخفض مبيعاتهم وانخفض تصنيعهم إلى غاية 34% الشهر الماضي، بالحرف هم يقولون هذا الشهر الماضي. أنا أضع المشاهد الكريم أمام هذه الفقرة وهو بنفسه يحاول يعمل مقارنة. إذا كان الجائحة وتضرر الاقتصاد العالمي بدأ من شهر أفريل أو حتى من شهر مارس الفائت، لماذا اقتصاد فرنسا ومبيعات السيارات في فرنسا تعاني فقط الشهر الماضي شهر بنسبة 34%؟ وهذه الفقرة المقال هذا كاتب على لسان الفيدرالية الفرنسية وحاطط مقارنة مع الماركات العالمية، وذاكر الماركات العالمية الآن المشاهد يراها، ذاكر تويوتا وذاكر فولكسفاغن وذاكر فيات كريسلر. هذه الماركات وماركة أخرى أنا لا أعرف ما هي ديملر أنفورد. ديملر أنا لا أعرفها. يقول هذه المصانع كلها وهذه الماركات هي أيضا عانت من الأزمة، لكن يقول بصريح العبارة أنها لم تخسر كثيرا، بس كلها خسرت. خلينا نتفق أنه بسبب كورونا هذه الشركات كلها خسرت إلا الشركات الفرنسية هي من تعرضت لخسارة كبيرة، والأعداد أمام المشاهد بالنسبة المئوية. فيما يخص تويوتا كاتبين ناقص 11%، ديملر ناقص 17%، فولكسفاغن ناقص 24%. لكن لما تلاحظ أرقام الماركات الفرنسية اللي هي الفوق كلها 34% الشهر الماضي، ما عدا شركة فورد حاطينها في آخر الفقرة. نعم، لكن فورد ممكن يعني نتكلم عنها شركة يعني نوعا ما ليست منتشرة في جميع أنحاء العالم ربما، أو يعني هي شركة غالية ليست شعبية. أصلا الشركة هذه من يقتنيها هم الأمريكيين والأمريكيين اللاتينيين، ليس الأوروبيين أو العرب. تباع عندنا موديلات رخيصة من يعني الموديلات التقليدية يعني منها عندنا، ولكن هي مقارنة السيارات الفرنسية يجب أن يقارن مع السيارات فعلا تويوتا أو فيات. والله بيني وبينك ما تتقارن حتى مع السيارات الصينية، سيارات زبالة. الرينو والبيجو هذه والله سيارات تعبانة، إلا كانت البيجو القديمة ال 504 أيام زمان لما كنا بنسافر بها. تفضل أخي الكريم. واللافت للانتباه أستاذ مصطفى، ونحب الجمهور الكريم يشاركنا ويبحث في هذه المقالات. نحن لا نبالغ، احنا نعترف أن كل المصانع في كل المجالات تعرضت لأزمة، لكن لماذا الانخفاض يتم الآن وبهذا الشكل؟ لم تعلن هذه الفيدرالية الفرنسية للسيارات، لم تتكلم عن انخفاض منسوب الإنتاج ولا انخفاض الاقتصاد الخاص بالسيارات منذ شهر مارس أو شهر جوان إلا الآن. والآن لما تتكلم تقول أن الأشهر هذه، الشهر هذا والشهر الفائت، يعني شهر نوفمبر وأكتوبر، رغم أن الجائحة كانت من قبل، وتقول نسب خيالية. ورغم أن هذه الشركتين أخي مصطفى ممكن كثير من المشاهدين يعلمون، لا أعلم إذا كانت عندك هذه المعلومة، فاتحين مصانع في دول كثيرة، ما هيش مصانع فرنسية. يعني توجد مصانع لرينو في تركيا، وأعتقد في دول. الآن يشاهدك المغاربة كلهم يعلمون أن فيه
شركات فرنسية رونو وبيجو في المغرب، المملكة المغربية، وفيه في الجزائر، وفيه في تركيا، وفيه الله أعلم إلى ما كنتش مخطئ ربما حتى في مصر. أنا المغرب العربي أنا متأكد منه 100%. فيه أكبر مصانع في المغرب، المملكة المغربية وفي الجزائر. طب هل تأثرت هذه المصانع في هذه الدول برأيك؟ الجزائر هي أكثر من تأثر، خاصة أنها تداولت عديد الصحف الجزائرية، وكان بمثابة المفاجأة أن شركة رونو هي أكبر مصنع في الجزائر، وكانت الدولة الجزائرية تعده كإنجاز كبير. تم غلق أبوابه منذ أسبوع وطرد جميع العمال بدون استثناء. يا رجل، هل هذا الخبر أكيد هذا الخبر؟ والله العظيم الخبر على مسؤوليتي، ومنشور في كل الصحف ومنشور في كل المواقع، وفيه حتى احتجاجات العمال الجزائريين يقفون يوميا منذ غلق المصنع أمام المصنع ليطالبوا بحقوقهم. طردوا جميعا بدون استثناء من أعلى مستوى إلى العامل البسيط في المطعم. والله هذا خبر جديد ما شاء الله، يعني هذه أخبار الآن. عندك الآن مشاهدين على المباشر، وممكن يأكدوا لك يكونوا مشاهدين من الجزائر، وأنا أتحمل مسؤولية الخبر هذا، ويعملوا بحث بسيط طرد أو تسريح عمال مصنع كليلات بغرب الجزائر مدينة وهران لتصنيع السيارات رونو. سيجدون الخبر منذ أسبوع. بس وصل الخبر، وجدت الخبر، مصنع رونو بالجزائر يغلق أبوابه بشكل نهائي. نهائي. نعم. سرح كل العمال. نعم. غريب والله هذا الخبر، ليش ما عرفتنا عليه من بدري يا رجل يا طيب؟ والله كان صخب الاحتجاجات الفرنسية أخي مصطفى هو من نسينا الموضوع، وهو موضوع كبير. ورغم أن هذا المصنع هذا الخبر الآن أعرضه على الشاشة أخي الكريم. هذا الخبر الآن، مصنع رونو الجزائر يغلق أبوابه بشكل نهائي ويسرح آلاف العمال بداية من اليوم. الله المستعان. هذا بتاريخ 22 نوفمبر 2020، في نفس الموعد اللي برضو خسرت فيه الشركة أعلى خسارة في تاريخها. سبحان الله. والغريب أخي مصطفى أن هذا المصنع صفقة ما بين هذه الشركة والدولة الجزائرية، يعني المالك الأصلي للمصنع هو الدولة الجزائرية. يعني هذا المصنع غير ممكن أنه يغلق أبوابه لأسباب كورونا. غير ممكن تماما، لأن لو كان بأسباب كورونا الدولة كانت تقدر تعطي العمال عطلة أو شيء من هذا وبعدين ترجعهم للعمل، لكنه أغلق أبوابه تماما. والله إن الناس طبعا مبسوطة دلوقتي. الآن إحنا طبعا غطينا خبر رويترز وهذا الخبر في البورصة وكذلك هذا الخبر، وأريد أن أقول كلمة بصراحة في هذا الموضوع. إخواني الكرام، المقاطعة كانت مسألة شعبية رمزية للتعبير عن حب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رأينا وحدة المسلمين حول العالم في هذا الموضوع. وبسبب هذه المقاطعة وهذه الوحدة بفضل الله تبارك وتعالى خرج مكر يتقرب من المسلمين، وخرج وزير الخارجية ووزير التجارة ذهب إلى الأردن وذهبوا إلى شيخ الأزهر هذه مقاطعة رمزية. نحن نعلم حتى لا نبالغ أن هذه المقاطعة لا يمكن أبدا أن تسقط فرنسا في يوم وليلة أو أن تفعل شيئا كبيرا، ولكن سبحان الله ربما هذا الشيء القليل لما يكون فيه إخلاص وفيه نصرة وفيه محبة وفيه استجابة لنداء الله سبحانه وتعالى، إلا تنصروه فقد نصره الله، والله فيه البركة. ونرى الآن فرنسا تعاني من أزمة تلو الأخرى. سبحان الله. هل هناك أشياء تتعلق بالشأن الداخلي قبل أن نختم هذا البث أخي رضوان؟ قبل الشأن الداخلي أخي مصطفى، أنا لازم أحيي الشعب المغربي، شعب المملكة المغربية. الله أعلم إذا كان عندك علم بهذه القضية. أثيرت في الرأي العام منذ تقريبا 3 أيام. هي بنت مغربية طردت من مدرسة فرنسية في المغرب. نعم. والسبب كان ارتدائها الحجاب، وأمها تحملت المسؤولية أنها ترفع دعوى قضائية في المغرب
على هذه المدرسة، وتم رد الاعتبار للبنت ووالديها، وتحية لهم جزيلا شعب المغرب. شعب المغرب. والله إنه أنا يا أخي الكريم، والله إنه أنا يوميا أتلقى عشرات الرسائل من شعب المغرب، وأنا أريد أن أعطيكم مفاجأة كبرى، إنه إحصائيات القناة عندي بالمناسبة، وسأعرض لكم الآن صورة من إحصائيات القناة حتى يرى الإخوة المتابعين طبعا هذه الإحصائيات. إحصائيات القناة عندي، تخيل أخي الكريم، ما هي أول دولة تتابع قناة شؤون إسلامية؟ قل لي ما هي أول دولة، الدولة رقم 1. احنا كنا محبين ليك، أنا أتوقع الجزائر وبعدها المغرب أو العكس. لا، المغرب رقم 1. 13% من الذين يتابعون القناة من إجمالي 100% هم من المغرب، و12% من فرنسا. هذا عجيب، 12% من فرنسا، 12% من المملكة العربية السعودية، تحية لأهلنا في بلاد الحرمين، 8.4% من الجزائر، و7.6 من مصر. تفضل. وهذا دليل على مصداقية القناة أستاذ مصطفى، وأنت تعالج المواضيع بالأدلة، وما ناس نضخموا المواضيع إلا إذا كان الحقيقة واضحة. يا أخي جزاك الله خيرا والله، وأنا أسعد دائما، سبحان الله، دائما لما بستضيف الأخ رضوان بتكون الأخبار سعيدة، وبيكون البث كذا فيه مرح وفي حوار وفي تبادل المعلومات. وبالمناسبة أنا لا أريد دائما أن أخرج وأتكلم بنفسي، ولكن أنا أحب أن أستأنس بإخواني، ومنهم الأخ الكريم رضوان الذي أصبح إضافة هنا في القناة، فجزاه الله خيرا. بالعكس، هذا شرف لنا أستاذ مصطفى أنك أتحت لنا هذا المنبر العظيم اللي يوصل صوتنا للناس في ظل تكتم كبير من إعلامنا على إنجاز قام به المسلمون لتركيع أكبر دولة في العالم، في ظل تخاذل الإعلام والحكومات. صحيح. الحمد لله هذه القناة تجمعنا كشعوب، ونحيوا بعضنا بعض فيها، ونتكاتفوا ونحاولوا نوعوا الناس أن هذا الأمر سيعيننا عليه الله تعالى، ونحن في الطريق الصحيح. ربنا يبارك فيك أخي الكريم. والله إحنا طبعا يعني أنا حولت قناتي إلى قناة المقاطعة بالمناسبة، يعني أنا تقريبا خلال من بداية المقاطعة لم أنشر إلا مواد قليلة جدا خارج موضوع المقاطعة. يعني صرت حتى لو نشرت أي حاجة خارج المقاطعة الناس تقول لي ركز في المقاطعة. أقول لهم يا جماعة هذه كانت القناة تنشر في موضوعات كثيرة وتتكلم في قضايا كثيرة. فأنا يعني بسبب تخاذل الإعلام فعلا أنا لا أرى إعلام محلي أو رسمي أو حتى قنوات يوتيوب المشاهير عدد كبير منهم لا يتحدثون في المقاطعة. فأنا يعني الحمد لله رب العالمين، وأحاول تغطية هذه الأحداث بأي طريقة ممكنة بأقل الإمكانات. أنتم تعلمون نحن نستخدم الآن كمبيوتر ومواقع الإنترنت وهكذا، هذه إمكانات قليلة جدا، ولكن سبحان الله تصل هذه الرسالة والمشاهدات ما شاء الله، يعني سبحان الله الإقبال ونشر الفيديوهات. فأقول جزاكم الله خيرا، وجزاك الله خيرا أخي رضوان على هذه المشاركة. شرف لينا أستاذ مصطفى، شكرا. ربنا يبارك فيك. وإلى هنا ينتهي هذا البث، نراكم إن شاء الله في بث آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أخي رضوان. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا لكم على المشاهدة، ويرجى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات. شؤون إسلامية لنصرة قضايا الأمة.